مين فينا ما بيحبش الاكلات السهله البسيطه اللي ما بتاخدش وقت كمان في المطبخ، وكمان الجو حر جدا فعايزين نعمل اكل ل10 دقايق. هنعمل ايه يا فاتن؟ هنعمل النهارده كشري. كلنا بنحب الكشري، بس كشري الحله الواحده. ايوه، في حله واحده، ولا خليكي بقى توسخي مواعين ولا تقلبي الدنيا. وهنعمل احلى كشري. وعايزه اقول لك بقى تركايه هقول لك عليها للكشري بصراحه تودي الكشري بتاعك في حته تانية خالص. يلا نقول بسم الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش انا فاتن حطي لك كومنت حلو واشتركي في القناه. اول حاجه عندي 3 معالق من الزيت او 5 معالق حسب بقى، بس انا حطيت 3 معالق عشان اقول لكم على التركه المهمه اللي انا هعملها. وعندي هنا شويه من الشعريه، وكتري شعريه لان انا دي الشعريه اللي كانت متاحه عندي حمرتها، واكني بعمل رز بشعريه. بعد ما اتحمرت نزلت بالرز بتاعي، بس اهم حاجه شوحته مع الشعريه كويس جدا جدا لحد ما سمعت صوت الخرمشه بتاعته كده، يبقى الرز تشوح مع الشعريه كويس قوي. نزلت بقى بالمكرونه الصغيره الاول، وهبتدي اشوح المكرونه كويس قوي. ليه يا فاتن هنشوح المكرونه مع الرز؟ عشان المكرونه ما تعجنش، ودي تركايه مهمه جدا لازم تعرفيها، ان المكرونه بتاعتك لازم تتشوح كويس قوي مع الرز والشعريه. تمام. انا كده شوحتهم طبعا على النار هاديه. كل الكلام ده هنزل بالمكرونه المقصوص اللي هي سباكيتي. انا كسرتها كده، انت كسريها 3 مرات، انا كسرتها 3 عشان تبقى صغيره واعرف اقلبها كويس قوي. قلبتها كده شويه، طبعا ما عرفتش اقلبها قوي بس عادي يعني، اللي انا اديتها تشويحه برضك عشان ايه ما تبقاش معجنه. وانا هنا سلقه العدس بتاعي سلقاه يعني نص سوا، يعني 50% من السوا بس. تمام. وال50 التانيين هيكملوا سواهم مع الكشري عادي. خدت بقى كده نص العدس، انا باخد نص العدس بس، مش العدس كميه العدس كلها، دي نص العدس اللي انا محتاجاها للكشري. بحطها في قلب الحله، وهنزل بقى بالميه، وتكون ميه مغليه، ميه عاديه، ميه اي حاجه، بس يفضل تكون ميه مغليه عشان الكشري ما يعجنش معاكي. هحط توابل ايه على الكشري؟ كزبره. كزبره، والله ما تستغربي، ده هتودي الكشري بتاعك في حته تانية خالص. وشويه كمون، شويه كزبره وشويه كمون وملح بس. هي دي البهارات اللي احطها على الكشري بتاعي بتاع الحله الواحده. وهقلب كويس قوي واغطي. واول ما الميه تتشرب هقولك على تركايه مهمه جدا جدا هتفرق معاكي كتير. هنا بقى غطينا على الكشري. تعالوا نعمل الصلصه بتاعتنا. شويه من الزيت، وعندي هنا بصل. في ناس بتعمله ببصل وناس بتعمله بتوم، انا بفضل اول ببصل، ما بيدي البصل طعم اتشوحت حلو معايا قوي، نزلت ما بيعملش بالطماطم بتاعتي حموضه. او الصلصه وكفايه بتاعتي. توم في الطماطم انا الدقه، كنت يعني احنا ضرباها كفايانا يعني توم في شايلاه في الدقه، مش الفريزر، هنعمل فخدت كل كده حاجه كيس بالتوم. وحطيته على طول. وهنا كانت القوطه بتاعتي اتسبكت. هحط التوابل بتاعتي بقى اللي هي شويه من الكزبره، شويه من الكمون، يعني ربع معلقه كده كزبره وربع معلقه كمون. وهحط انا عندي البطرمان بحط فيه بودره بصل على طول، هحط منه شويه بيدي طعم حلو قوي بس. وشويه فلفل اسود بس، ما بحطش اكتر من كده. حطي الملح بتاعك. ما تنسيش ربع معلقه السكر، مهمه جدا للصلصه بتاعتك عشان ما تعملكيش حموضه، وتدي تسكيره حلوه للصلصه بتاعتك. انا اول ما القوطه كده اتسبكت نزلت عليها كمان بربع معلقه من السكر او اقل من ربع معلقه نشو، حاجه بسيطه كده بين ايدك بس عشان ما تعملش حموضه للصلصه بتاعتك. تمام كده خلاص اتسبكت بقت زي الفل معايا. هطفي عليها وتعالوا بقى نشوف بقيه الكشري بتاعنا وصل لفين. هنا الكشري بتاعنا خلاص كان اتشرب، وبعد ما اتشرب وطيت عليه اكني بعمل رز عادي جدا واستوى. هنزل عليه بمكعب من الزبده. مكعب من الزبده يا فاتن، ايوه المكعب ده يا بنات هيودي الكشري بتاعك في حته تانية خالص والله. وتقدري تاكلي الكشري ده من غير صلصه ولا دقه ولا اي حاجه، من كتر حلاوه طعمه وجماله بجد هيبقى حلو قوي. تعالوا بقى نعمل شويه شطه كده لزوم الكشري. الكشري يعني شطه. هجيب كده شويه يعني 3 4 معالق من الزيت. تمام. وهوطي النار ما تبقاش عاليه قوي عشان هنحط دلوقتي الشطه ما تجيش في مناخيرك لا قدر الله، او تجيلك في عينيكي فتعملك حرقان. خلي بالك كويس قوي. هبعد كده شويه واقوم حاطه بقى ايه معلقتين كبار من الشطه. تمام. اهم حاجه بعيدي وشك في المرحله دي لان الزيت هيبقى سخن. ودي الطريقه بتاعت المحلات يا بنات، دي انا جايبه لكم الطريقه دي بتاعت المحلات بتاعت الشطه دي. هنقلب كويس قوي بقى، واول ما الريحه بقى مش قادره اقول لكم نار، بعيدي وشك خالص. وهننزل بقى بطماطم مقطعه مكعبات عشان نهدي الدنيا شويه. خلصنا الشطه. تعالوا نعمل الدقه. عندي هنا 3 4 فصوص من الثوم، ضربتهم في الكبه كويس قوي. وعندي هنا بقى احط التوابل او عندي ليمونه. انا بحط على الدقه عشان الدقه دي بجد زي بتاعه المحلات بالظبط، بحط عليها ليمون بتودي الدقه بتاعتي في حته تانية خالص، يعني خلي وليمون انا بحط الاتنين. عصرت هنا كده ليمونتين كبار، والليمون ما شاء الله رخيص الحمد لله، ربنا يرخص الحال. انا جايباه ب20 جنيه الكيلو. او هنا هحط 5 معالق من الخل او ربع كوبايه من الخل على حسب كميه الدقه اللي انت عايزاها. احنا بنحب الدقه كتير فانا هعمل كميه حلوه. وعندي هنا معلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره وشويه ملح بس كده.
وهنزل بقى بشويه ملح كده، وعندي ميه مغليه، انا يعني الميه دي مغليه لسه كده طافيه عليها على النار، تكون ميه مغليه. وهقلب كل ده. ليه ميه مغليه؟ عشان التوم ريحته تطلع في قلب الدقه، ويديني طعم الدقه الحلو اللي احنا بناكله بره. مش انتوا لما بتيجي تاكلي الكشري بتلاقي الدقه دافيه كده؟ هما بيعملوها بميه مغليه كده. انا جايبه لك كل التريكات دي من محل الكشري نفسه. ما شاء الله ريحتها تحفة، جربيها بجد مش هتندمي. شايفين الدقة، وطبعا الحمص والشطة، وطبعا انا حاطة هنا بقى العدس. حد حابب يزود بقى حمص او عدس او كده براحتكم، انا بحطهم برضو في الاطباق للولاد. هنا غرفنا العدس بتاع الكشري بتاعنا، ما شاء الله ريحته تجنن، ريحته تحفة جدا جدا. مكعب الزبدة اللي حطيته يا جماعة والله مستهونيش، المكعب ده بيودي الكشري فعلا حرفيا في حتة تانية خالص. والتركايه دي مش بتاعتي والله، بتاعت الشيف علاء، هو اللي قال كده وانا قلت اجرب، فمن سنين انا معتمداها. الصلصه بقى بتاعتنا عايزه اقول لكم ريحتها تحفه وطعمها حلو جدا. حطي بقى كمان شويه الحمص بتاعنا، وانتي تقدري بقى تعملي الورد او البصل المكرمل المقرمش. احنا بصراحه مش بنحب البصل، ملناش فيه لا انا ولا ولادي، فطبعا انا عملت الاكله اللي احنا هنحبها. تقدروا انتوا بقى تجودوا بصل براحتكم خالص. بصوا الكشري مفلفل ازاي، ما شاء الله طعمه رهيب يا بنات، تحفه. وادي الحمص بتاعنا حلو جدا، سلقت شويه حمص. وادي الشطه بقى، يعني كشري يعني شطه شويه بقى كده، صلصه كمان عشان اللي عايز يزود يزود. وادي الدقه بتاعتنا، وبألف هنا وشفا. جربوا بجد يا جماعه كشري الحله الواحده في المصيف. لو مستعجله وعايزه تعملي اكل بسرعه هيطلع معاكي رهيب. ما تنسيش لايك وكومنت.